السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، كل سنة وانتم طيبين. النهارده إن شاء الله هنشرح مع بعض درس تضاريس مصر ولكن بشكل مختلف شوية. أولا كده إحنا النهارده هنربط الدروس بتاعة التضاريس مع درس التكوينات الجيولوجية. يعني مثلا هديك بعض الأماكن وهنعرف مثلا الأماكن دي اللي إحنا هنقولها في التضاريس بترجع لتكوينات جيولوجية بتاعة أنهي زمن، عشان نعرف نجاوب على الأسئلة، لأن الدرسين مرتبطين ببعض بشكل كبير جدا، وهنوضح نقط مهمه جدا وهنقول افكار اسئله كتيره جدا في وسط الشرح. فيا ريت يكون قلمك معاك، والله اهم حاجه يكون قلمك معاك. عايز تستفيد من الفيديو يكون قلمك معاك وكتابك، او يكون معاك كشكول توضح نقط الربط اللي احنا هنقولها، لان النهارده فيها نقط ربط كتير جدا ومش هنلتزم بنص معين من الكتاب، ولكن انت عايز تحل اي سؤال على الدرس ده او ربطه بالدرس بتاع التكوينات الجيولوجيه، اسمع الفيديو للاخر. تمام؟ نصيحه والله، ركز معايا لحد اخر الفيديو في كل كلمه بقولها، وكل معلومه اقولها انت ما انتش عارفها او جديده عليك وقف الفيديو واكتبها عندك. تمام؟ يلا بينا يا طلبه اولى ثانوي، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله الامتحان قرب بتاع شهر فبراير، وفي مراجعه شامله ان شاء الله، قصدي شهر نوفمبر، في مراجعه شامله ان شاء الله على المراجعه قبل الامتحانات ان شاء الله، سواء للتاريخ او الجغرافيا. لو انت لسه مش مشترك في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا على الفيديو بتاع النهارده. الفيديو بتاع النهارده يا شباب مرتبط بالخرائط بشكل كبير جدا. ليه؟ لان انا بتكلم على تضاريس وبتكلم على تكوينات جيولوجيه. تعالوا بينا كده نتكلم على اول خريطه. اول خريطه هتبقى مرتبطه بوادي النيل. وادي النيل اللي هو في مصر؟ لا، وادي النيل كله، اللي هو نهر النيل كله، اللي هو بيمشي في 11 دوله. تمام؟ تعالى معايا كده على السبوره ونرسم وادي النيل. ادا نهر النيل اللي هو في مصر، نرسمه من البدايه خالص من فوق اهو. تمام؟ ادي الدلتا بتاعتنا، وهننزل بقى لحد بحيرة اسمها بحيرة ايه؟ فيكتوريا. تمام؟ ركز معايا، احنا مش هنلتزم بنص، هنلتزم بكل الاسئلة ان شاء الله اللي ممكن تواجهك. ركز معايا. عندي بحيرة فيكتوريا وعندي نهر كده صغير، تمام، اسمه نهر كاجيرا. هنرسم البحر الاحمر الجميل بتاعنا، تمام، وهنرسم المنطقة بتاعت اثيوبيا اللي هي منطقة الحبشة. ده البحر الاحمر بتاعنا اللي موجود في مصر، ونازل ننزل بالامتداد بتاعه تحت كده اهو. ودي منطقه طبعا جبل او باب المندب، اللي هو مضيق باب المندب. طيب انا عندي فروع كتيره جدا، هنحفظها ازاي ونخلي بالنا ازاي وايه السؤال اللي يجي لي فيها؟ يعني مثلا انا عندي هنا بحيره فيكتوريا ونهر كده صغير اسمه نهر ايه؟ كاجيرا. احفظ معايا بقى الاسم، نهر كاجيرا هو البدايه الحقيقيه لنهر النيل. انا اول سؤال ممكن يواجهني يقول لك هي بدايه نهر النيل عند نقط. البدايه خالص، اول حاجه ميه نهر النيل جايه منين؟ طبعا كلنا عارفين انها بحيره فيكتوريا، ولكن انا عندي معلومه صغيره هنا، في نهر قبل بحيره فيكتوريا تحتيها، يعني هو ده البدايه اصلا الحقيقيه. يبقى انا اول سؤال اهو يقابلني يقول لك البدايه الحقيقيه لنهر النيل فين؟ بحيره فيكتوريا ولا نهر كاجيرا؟ طب انا لو سالني نهر كاجيرا وبحيره فيكتوريا اختار ايه؟ هختار نهر كاجيرا الاول، لان نهر كاجيرا بيمشي ميته وتصب في بحيره فيكتوريا، يعني هو الاول. خلاص ماشي. طب انا لو ما جاليش نهر كاجيرا يبقى انا اختار بحيره فيكتوريا. خلاص، يبقى نهر كاجيرا ثم بحيره فيكتوريا، ثم في بحيرات صغننه كده زي بحيره البرت وكيوجا وادوارد. المهم دول مش لازمني، ولكن انا هطلع في فرع هو اسمه بحر الجبل. الفرع ده اسمه ايه؟ بحر الجبل. اسمه ايه؟ بحر الجبل. هطلع هنا هلاقي فيه فروع، تمام، اهمهم فرع اسمه بحر العرب. فرع اسمه بحر العرب، وعايزك تحفظ شكله كويس جدا. ليه؟ لان ده بيجي في الاسئله. طب السؤال اللي يجي فيه يجي يقول لي ايه؟ يجي يقول لك فرع من فروع النيل اتجاهه او انحداره يخالف الانحدار العام لنهر النيل. يعني انا عارف الانحدار العام بتاع نهر النيل اهو من الجنوب للشمال، يعني المنطقه دي عاليه وتبدا انها تنخفض لحد ما نصب في البحر المتوسط فوق. فهنا انا عندي نهر النيل، هنا دي اسمها هضبه البحيرات الاستوائيه. هنا الارض مرتفعه بحوالي 1500 متر عن مستوى سطح البحر. الارض دي بدايه انحدار وتنزل تنزل 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 لحد ما تصب في البحر المتوسط، يبقى ينحدر من نقط الى نقط من الجنوب للشمال. ده نهر النيل. ولكن هتلاحظ زي ما انا شايف، انت شايفني راسم ايه؟ الفرع ماشي من هنا رايح هنا،
يعني من الشرق، من الغرب رايح يصب في الشرق، اسمه بحر العرب. يبقى الفرع اللي بيسير في اتجاه معاكس او مش معاكس بالظبط، اتجاه غير الاتجاه العام بتاع نهر النيل، هو بحر العرب. بحر الايه؟ العرب. واحفظ الاسم، اسمه بحر العرب. طبعا هتقول لي هو بحر، اقول لك لا، هو فرع من روافد نهر النيل، ولكن هو اسمه كده، زي بحر الغزال وبحر الزراف وبحر الجبل، ده بحر العرب. تمام؟ يبقى بحر العرب هو الفرع الوحيد اللي موجود في نهر النيل، بيسير في اتجاه معاكس ومغاير للاتجاه العام بتاع نهر النيل. ايه الاتجاه العام بتاع نهر النيل؟ اللي هو من الجنوب للشمال، ده ماشي في اتجاه تاني خالص، ولكن بيصب، وده طبعا هتاخده في سنه ثانيه ثانوي الناس اللي هتخش ادبي، بيؤدي الى فقد كميه كبيره جدا من الميه بتاعتي. تمام؟ طيب خلاص عرفنا السؤال اللي يجي هنا. ماشي. يجي بقى في فرع اسمه بحر الغزال وبحر الزراف، ما علينا منهم. اطلع فوق سنه هتلاقي بقى الصوباط، ثم النيل الازرق، ثم عطبره، ثم ايه؟ عطبره. احفظهم بالترتيب. ليه؟ انا عندي الصوباط الاول، وبعدين النيل الازرق، وبعدين عطبره. طيب انا يجي لي فيهم السؤال ازاي؟ اول سؤال يجي يقول لك تنحدر روافد الحبشه. دي روافد الحبشه الثلاثه، الصوباط والنيل الازرق وعطبره، انا بسميهم روافد الحبشه اللي هم في دوله اثيوبيا. ماشي. الروافد دي تنحدر جهه نقط. يبقى جهه ايه يا مستر؟ هم طالعين لفوق وجايين ناحيه الشمال شويه، يعني اتجاه ايه؟ شمال غرب. ممكن يجي لي سؤال في دي، يجي يقول لك الانحدار العام بتاع روافد الحبشه ينحدر جهه نقط، يبقى شمال غرب عشان تلتحق بفرع النيل الابيض اللي هو الفرع الرئيسي ده اهو. تمام؟ يبقى ايه الصوباط؟ ايه النيل الازرق؟ عطبره. روافد الحبشه تنحدر نحو الشمال الغربي. نحو الشمال الغربي، زي ما انت شايف اهو، شمال غرب رايحين كده، وبعدين يلتحقوا بنهر النيل. خلاص؟ طيب ماشي، خلاص عرفتهم، اسمهم روافد الحبشه، بينحدروا ناحيه الشمال الغربي، الصوباط والنيل الازرق وعطبره. طيب اكثرهم اهميه هو فرع النيل الازرق. يبقى انا عندي فرع النيل الازرق ده هو اكثرهم اهميه. وفي بحيره هنا اسمها بحيره تانا. في بحيره اسمها بحيره تانا، وده يعتبر اكتر فرع بيدي النهر النيل ميه اصلا. هيرودوت لما قال لك مصر هبه النيل كان قصده على مصر هبه النيل الازرق، لانه اكتر فرع بيدي مصر ميه. فتخلي بالك من نقطه زي دي. يبقى الروافد الحبشه الصوباط والازرق وعطبره. طيب في روافد تانية؟ لا مفيش خلاص. يبقى انا عندي دول كده، وقفت في مصر. مفيش روافد في مصر خلاص غير شيل ودمياط اللي بيصبوا في البحر الايه؟ المتوسط. خلاص. طب انا يبقى انا احفظ دول بس؟ تحفظ دول بس، سهلين خالص اهم. يبقى انا عندي نهر كاجيرا، السؤال اللي فيه يجي البدايه الحقيقيه لنهر النيل عند نقط، يبقى نهر كاجيرا. طيب نهر كاجيرا مش موجود، يبقى بحيره فيكتوريا. طيب نهر كاجيرا بيصب فين؟ بيصب في بحيره فيكتوريا. طيب مصدر الميه في بحيره فيكتوريا ايه؟ يعني بحيره فيكتوريا دي الميه بتجي لها منين؟ بيجيبها امطار، ونهر كاجيرا بيصب فيها، يعني مصدرين. نهر كاجيرا بيصب فيها، فده مصدر ميه. تاني حاجه الامطار، لانها منطقه استوائيه. طيب هضبه البحيرات الاستوائيه دي يا جماعه دي المصدر الدائم لنهر النيل. يبقى هضبه البحيرات الاستوائيه ده اهي، دي ايه؟ مصدر دائم لنهر النيل. اما منطقه الحبشه ده اهي، دي مصدر موسمي. طيب تعالى فهمني اكتر. مصدر دائم يعني ايه؟ يعني بتمد نهر النيل بالمياه طوال العام. طب مصدر موسمي يعني ايه؟ يعني يمد نهر النيل بالميه في موسم معين وهو الصيف، فصل الصيف بس. يبقى هضبة الحبشة اللي هي اثيوبيا بتدينا الميه في الصيف بس، لانها مصدر موسمي. طب هضبة فيكتوريا او البحيرات الاستوائية بتمدنا بالميه طول السنة؟ طب ايهما اهم؟ المصدر الدائم ولا المصدر الموسمي؟ لا، هنا بقى انا لو مشيت بالمظهر هقول لك ان دي اهم، ولكن في الحقيقه هتلاقي ان المصدر الموسمي ده اكثر اهميه، لانه بيدينا 84% من ميه نهر النيل، اما طوال العام بتديني 16% من ميه نهر النيل فقط. ليه؟ دي بالظبط عامله بالظبط زي كأن انا فاتح الحنفيه بالراحه
طول اليوم مفتوحه سنه بتديني كميه قليله. اما الحبشه مفتوحه على الاخر، يعني بتديني كميه كبيره. تمام. ونفترض انها تفتح ساعتين 3 في اليوم، ولكن هتغرق لي الدنيا. تمام. يبقى دي بالظبط زيها. يبقى انا عندي بحيره فيكتوريا مصدر دائم ضمن هضبه البحيرات الاستوائيه بتديني الميه طول السنه، ولكن المصدر ده بيديني كميه قليله اصلا اللي هي 16% من مائيه نهر النيل. تيجي بقى هضبه البحيرات الاستوائيه فيها روافد سباط والازرق وعتبره، مصدر موسمي فصل الصيف بيدينا 84% من ميه نهر النيل. يبقى انا لما يجي يسالني يقول لك ايهما اهم، فيكتوريا ولا بحيره تانا؟ على طول بحيره فيكتوريا اهم. يبقى لما يجي يقول لك اهم بحيره لنهر النيل هي بحيره نقط. بحيره تانا، بحيره البرت كيوجا، ولا بحيره فيكتوريا؟ لا، اهم بحيره بحيره تانا، لانها تبع المنابع الموسميه اللي هي بتدينا 84% من ميه نهر النيل. خلاص. اما بحيره فيكتوريا لا، بتدينا 16% بس. خلاص يا جماعه. يبقى دي الاسئله اللي ممكن تواجهني في الجزئيه دي. الدنيا سهله خالص، وقلت لك تقريبا يمكن كذا سؤال اهون بكذا طريقه. سجل ورايا واكتب الاجابات. طبعا قلت لكم احنا مش هنلتزم بنص، ولكن هنخش ونربط الدنيا ببعضها، سواء في درس التكوينات الجيولوجيه او درس التضاريس اللي احنا هنقوله حالا. خلاص. بعد كده يصب نهر النيل في مصر. اعالي النيل يا شباب المنطقه اللي هي بحر الجبل وبحر بحر العرب وبحر الزراف وبحر الغزال. المنطقه دي كده اسمها اعالي النيل، اللي احنا قلنا جايه من الغرب رايحه ناحيه الشرق، الحقيقه الحته دي. اما المنطقه اللي تحت ده اسمها دي منطقه البحيرات الاستوائيه. المنطقه اللي على ايدك اليمين دهيا تمام اسمها الحبشه. طيب مصر اسمها ادنى ارض نهر النيل، اللي هو النيل الادنى. النيل الادنى يعني ايه النيل الادنى؟ يعني النيل المنخفض، الارض المنخفضه. يعني اكتر مكان منخفض في نهر النيل هو مصر. اكتر منطقه منخفضه في ارض نهر النيل هي مصر. عشان كده هتلاقي الميه بتجري من الجنوب للشمال وتصب في البحر المتوسط. فانت اوعى تنسى معلومه زي دي. الارض هنا مرتفعه، الارض هنا مرتفعه، كل ما بطلع فوق الارض بتبقى منخفضه، فالميه بتجري من الجنوب للشمال وتصب فين؟ في البحر المتوسط. خلاص. اوعى تشيل من دماغك معلومه زي دي. تعالوا بينا بقى نخش على خريطه مصر وتضاريس مصر ونظبط الدنيا. بس ما تنساش لو لسه مش مشترك اشترك في القناه وفعل زرار الجرس. ركز بقى معايا في خريطه مصر يا شباب. خريطه مصر اول حاجه هتكلم فيها نهر النيل. نهر النيل اللي في مصر موجود في وسط مصر زي ما انتم شايفين. بيقسم مصر شرق وغرب زي ما احنا شايفين. الدلتا اهي تمام، الدلتا بتاعتنا اهي، وده وادي النيل. يبقى انا عندي في مصر نهر النيل بينقسم لثلاث اجزاء. وادي النيل جزء، والدلتا جزء، ومنخفض الفيوم جزء تاني. اهو هنا كده منخفض الفيوم في الحته دي كده. يبقى انا عندي الدلتا اهي، ووادي النيل من اول القاهره لحد اسوان. يبقى وادي النيل من القاهره لحد اسوان، ومنخفض الفيوم في الصحراء الايه؟ الصحراء الغربيه. ركز بقى معايا. يبقى انا عندي الدلتا، وادي النيل، منخفض الفيوم. اول حاجه مثلا بالنسبه لنهر النيل او وادي النيل بشكل عام. وادي النيل بيبدا من القاهره لحد اسوان، اللي هو الشريط اللي انت شايفه ده. طيب ايه خصائص وادي النيل؟ ركز بقى معايا كويس جدا. نهر النيل ده ارض فيضيه خصبه بشكل عام، بينحدر من الجنوب للشمال زي ما احنا شايفين، من الجنوب للشمال ويصب فين؟ في البحر المتوسط. ماشي. انا عندي بيتسم نهر النيل ده او وادي النيل ده بعده خصائص. اول حاجه مثلا والحاجات المهمه اتساع الاراضي الزراعيه. طبعا انا لما بتكلم اقول لك وادي النيل ما بقولش نهر الميه بس، لا، انا بقول وادي النيل وارض وادي النيل اللي هي الاراضي الزراعيه اللي على يمينه وعلى شمال الميه اللي احنا عايشين عليها في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. خلاص. يبقى اللي هي الاراضي اللي حواليه ده اهي، ده اسمه وادي النيل. خليك بس فاهم مني. يبقى وادي النيل مش المقصود بيه نهر النيل، مش النهر بس، ده الاراضي اللي موجوده حوالين النهر دي اراضي وادي النيل. خلاص. اللي هو حوض النيل نفسه. طيب تعالى معايا كده. الاراضي الزراعيه بتتسم بايه؟ بالاتساع كلما اتجهنا شمالا وتضيق كلما اتجهنا جنوبا. يعني الاراضي الزراعيه ضيقه في الجنوب ويتسع كلما اتجهنا شمالا. يعني انا ممكن ارسم لك مثلث كده اهو، واقوم جاي شديده لك كده اهو، واقول لك احفظ الشكل ده كويس. ليه؟ هقول لك لان ده هيسهلها عليك، لان انت مش هتضطر تحفظ.
ليه؟ انا اقول لك وادي النيل عامله زي المثلث المقلوب. مش احنا لما بنيجي بناخد الدلتا بقول لك الدلتا اهي مثلث مقلوب، راسه تحت وقاعدته على البحر المتوسط، كذلك وادي النيل. انت الاراضي اللي على وادي النيل عامله بالظبط زي المثلث المقلوب. يعني ايه زي المثلث المقلوب؟ اهو زي ما انت شايف المثلث، القاعده في الشمال وراسه في الجنوب. فراسه المنطقه ضيقه اهي، يعني اراضي الزراعيه على وادي النيل تضيق في الجنوب. طيب كل ما بطلع فوق اهي تتسع 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 تتسع. خلاص، يبقى انا كده حليت مشكله. انا مجرد ما ارسم الرسمه دي كده انا حفظت ايه؟ اقول لك وادي النيل تتسع الاراضي فيه، تتسع مساحه الاراضي او يتسع وادي النيل كلما اتجهنا نقط اهو، كلما اتجهنا شمالا، ويضيق كلما اتجهنا نقط كلما اتجهنا جنوبا، زي الدلتا بالظبط. خلاص، مثلث مقلوب. ده تشبيه يعني، خلاص عشان بس تقرب لنفسك الحفظ، ما تقعدش تحفظ وخلاص ولما تيجي تنسى ما تعرفش تفتكر. لا، انا لو علمتها بشكل المثلث خلاص انتهت. يبقى تتسع الاراضي الزراعيه على وادي النيل كلما اتجهنا شمالا، وتضيق كلما اتجهنا جنوبا. طيب انا عندي اكتر مكان ضيقه فيه عند كومومبو في اسوان هنا. كومومبو في اسوان 3 كيلو متر، يعني عرض وادي النيل 3 كيلو متر، طبعا مش الميه اللي هي الاراضي. وتتسع كلما اتجهنا شمال لحد ما بنوصل لبني سويف، بتوصل للعرض ال 25 كيلو متر. يعني شوف الاتساع بشكل كبير جدا، بيفرق من الجنوب للشمال ازاي؟ يعني يكون هنا اتساع الاراضي 3 كيلو متر، اقصى اتساع 25 كيلو متر، يعني في فرق كبير. فهنا هنلاقي ده اقصى اتساع وده اقصى مكان ضيق. يبقى اكتر مكان ضيق كومومبو في اسوان، واكتر مكان متسع فين؟ في بني سويف 25 كيلو متر. يبقى تتسع في الشمال وتضيق كلما اتجهنا جنوبا. خلاص، ده وادي النيل او الاراضي الزراعيه حوالين نهر النيل. خلاص عرفنا الخاصيه دي. طب انا عندي حاجه ثانيه، عندي يجي يقول لك ايه؟ الاراضي في شرق الوادي ولا في غرب الوادي اكتر؟ يعني الاراضي المتسعه شرقه ولا غربه؟ طبعا فين وادي النيل؟ وادي النيل اللي هو الشريط بتاعنا اللي هو ده اهو، ده وادي النيل اهو. الاراضي هنا اكتر ولا هنا اكتر؟ يعني في الصحراء، ناحيه الصحراء الشرقيه اكتر ولا ناحيه الصحراء الغربيه اكتر؟ تمام، قال لك لا، الاراضي المتسعه غربه. يعني فين؟ يعني في الجزئيه دي الاراضي هنا كتير متسعه، يبقى اراضي وادي النيل غرب الوادي او غرب نهر النيل متسعه عن شرقه. طيب ليه؟ لان في الصحراء الشرقيه عندي هضاب وعندي جبال قريبه من نهر النيل فمضيقه المكان. اما في الصحراء الغربيه زي ما انتم شايفين كبيره واسعه ومفيش جبال وهضاب عاليه فبعيده عن نهر النيل، فالاراضي متسعه هنا. يبقى لما اجي اقول لك وادي النيل خصوصا من مدينه نجع حماد لحد القاهره هتلاقي الاراضي متسعه ناحيه الصحراء الغربيه. يعني بنقول غرب وادي النيل، غرب وادي النيل تتسع مساحه الاراضي بسبب ان مفيش اصلا اي ظاهره طبيعيه تعوق العمليه. ولكن لو رحت ناحيه الشرق هنا في الصحراء الشرقيه هتلاقي فيه جبال وفيه هضاب زي ما هنقولها دلوقتي. تمام؟ يبقى خلاص، يبقى عرفنا فيك دلوقتي قلت خاصيتين موجودين هنا في وادي النيل. اتساع الاراضي تتسع كلما اتجهنا شمالا وتضيق كلما اتجهنا جنوبا. طيب لو قارنت الشرق بالغرب مش الشمال بالجنوب هلاقي ان الاراضي متسعه غرب وادي النيل عن شرق وادي النيل، خصوصا من نجع حماده لحد القاهره. خلاص، فيها حاجه دي سهله خالص اهي. يبقى الاراضي متسعه هنا اللي هي جهه الصحراء الغربيه اللي هو غرب وادي النيل، وتضيق في ناحيه الشرق. وعرفنا ايه السبب؟ سبب الجبال والايه؟ والهضاب. سهله خالص اهي. يبقى الخاصيه دي تحفظها والخاصيه دي تحفظها، سهلين خالص. دي من النقط اللي بتيجي في الاسئله. طيب وادي النيل بيتميز بوجود ثنايات. وادي النيل بيتميز بوجود جزر كتيره جدا، في جزر كتيره موجوده في وادي النيل. واشهر الثنايات ثانيه قنا اللي احنا بنقعد نرسمها معوجه دي على طول، دي اسمها ثانيه قنا. نهر النيل لما ظهر في مصر يا شباب لما ظهر في مصر بس ظهر في بدايه ظهوره في الزمن الثالث في عصر الميوسين. يعني ظهر نهر النيل كان في الحبشه واثيوبيا والمناطق الاستوائيه لا ما كانش موجود فيها. نهر النيل كان موجود في مصر بس، بدايته كانت في مصر بس في الزمن الثالث في عصر الميوسين. يبقى لما اجي اقول لك بدايه نهر النيل كانت فين؟ كانت في مصر فقط. طب في مصر فقط كان الكلام ده امتى؟ زمن ثالث، في الزمن الثالث. طيب في الزمن الثالث اللي هو امتى بالظبط؟ قال لك في عصر الميوسين. طيب امال اتصل بمنابعه الاخرى امتى؟ قال لك زمن رابع
في عصر البلايستوسين. يبقى نهر النيل كان موجود في مصر فقط في عصر الميوسين، زمن ثالث. طيب ميته كانت بتيجي منين؟ اذا كنت بتقول ما كانش في منابع في الزمن الثالث، ففي الزمن الرابع اللي بقى له منابع. قال لك في الزمن الثالث كانت منابعه جايه من جبال البحر الاحمر. جبال البحر الاحمر في المناخ هناخد ان الامطار بتسقط غزيره في الخريف والربيع على المرتفعات في مصر، فكانت في الاوديه الجافه بتجيب له الميه. الكلام ده امتى؟ في البدايه خالص قبل ما يتصل بالمنابع بتاعته. طبعا هي بتجيب له لحد النهارده، ولكن احنا بنتكلم دي كان المصدر الميه بتاعه كان جاي من ناحيه جبال البحر الاحمر قبل ما يتصل بقى بالمنابع اللي احنا كنا لسه ماسحينها من شويه. يبقى كانت جبال البحر الاحمر والاوديه الجافه بتجيب له الميه، ده كان مصدر الميه بتاعه. خلاص؟ يبقى نهر النيل لما كان موجود في مصر بس مصدره كان ياتي من جهه نقط، يبقى كان ياتي من جهه الشرق. خلاص؟ يبقى السؤال يجي لك كده في الامتحان يقول لك نهر النيل في زمن الميوسين او في الزمن الثالث كان مصدره ياتي من جهه نقط، يبقى من جبال البحر الاحمر يعني شرق. يبقى شرق نهر النيل. يبقى كان ياتي من الشرق ولا من الجنوب ولا من الشمال ولا من الغرب؟ لا، كان ياتي من الشرق. المقصود بايه؟ الاوديه اللي موجوده في الصحراء الشرقيه اللي جايه من جبال البحر الاحمر. يبقى مصدره جبال البحر الاحمر لما كان موجود في مصر بس. الكلام ده في الزمن الثالث في عصر الميوسين. طيب لما الدنيا بقى فتحت واتصل بالمنابع اللي تحت، خلاص بقى المنابع اللي تحت اللي هي ادته الميه. وطبعا برضه دي لسه بتدي له ميه، ما هي موجوده، الجبال موجوده والاوديه موجوده. تمام؟ يبقى دلوقتي اتصل بالمنابع. اتصل بالمنابع امتى؟ زمن رابع. زمن رابع في عصر البلايستوسين. عصر البلايستوسين في الزمن الرابع اتصل بالمنابع بتاعته. طيب هنا يجي لي سؤال، اتصل نهر النيل بمنابعه الحاليه في يقول لك نتيجه حركات نقط. يبقى نتيجه حركات صدعيه ولا التواءات ولا نتيجه تعريه؟ لا، ده نتيجه حركات صدعيه حصلت في القشره الارضيه وصلته بالمنابع بتاعته. تمام؟ يبقى نتيجه حركات صدعيه. حتى لما جينا خدنا الجنادل، فاكرين الجنادل عباره عن صخور موجوده في مجرى النهر. الجنادل دي اصلا نتيجه حركات صدعيه. خلي بالك وضيف لنفسك المعلومات دي حتى لو مش في مكانها في الدرس، ولكن ضيفها ليك كمعلومه بتيجي في الاسئله اصلا. تمام؟ يبقى الجنادل نشأت نتيجه حركات صدعيه، اللي هي الجنادل اللي هي الصخور اللي موجوده في وسط الميه، زي الجندل الاول اللي موجود عندنا كده في اسوان. كذلك اتصل نهر النيل بالمنابع بتاعته نتيجه برضه حركات صدعيه. وخلي بالك انا لما اقول لك حركات صدعيه هيها الحركات الانكساريه، يبقى نتيجه صدوع او انكسارات. خلي بالك من الالفاظ. يبقى نهر النيل اتصل بمنابعه اللي الحاليه نتيجه صدوع او انكسارات، اللي هي الحركات الصدعيه او الانكساريه يعني. تمام؟ عشان ما حدش يقول لي انت قلت انكسارات، لا ده هي صدوع، ما هي الصدوع هي الانكسارات، اما الالتواءات دي حاجه ثانيه. خلاص؟ يبقى ده بالنسبه لنهر النيل وتاريخه. عرفنا تاريخه. بدايته خالص كان في مصر فقط، يعني ما كانش له منابع. لا، ما كانش له منابع، كان نهر بس زمن ثالث في الميوسين، وكانت مصدره جاي من الشرق من جبال البحر الاحمر. لما ربنا هداه بدا انه يشق الارض ويتصل بالمنابع اللي تحت اللي احنا لسه ماسحينها من شويه. الكلام ده في الزمن الرابع بقى. خلاص؟ في الزمن الرابع اتصل بالمنابع بتاعته. خلاص كده خلصت، اصبحت تربته تربه فيضيه. تربه فيضيه يعني تربته اصبحت تربه فيضيه خصبه بتطمي. اللي جاله من اثيوبيا امتى؟ زمن ثالث ولا زمن رابع؟ لا، الكلام ده بقى يبقى زمن رابع، لان هنا جاله الطمي اللي من اثيوبيا. يبقى نتيجه في الزمن الرابع لما اتصل بالمنابع الجنوبيه. خلاص؟ يبقى زمن رابع. يبقى لما يسالنا عن نهر النيل في مصر بس زمن ثالث. نهر النيل لما اتصل بمنابعه زمن رابع. نهر النيل بتربطه الفيضيه بالطمي يبقى برضه زمن رابع. حتى احنا خدناه في التكوينات الجيولوجيه زمن رابع، لانه مقصود بيه اللي هو الشكل النهائي النهر النيل. خلاص؟ طيب نشأة البحر الأحمر. نشأة البحر الأحمر زمن ثالث، يعني نهر النيل في مصر بس زمن ثالث والبحر الأحمر زمن ثالث. طب أنا هسألك سؤال، ركز معايا، أيهما أسبق في وجوده في مصر، نهر النيل ولا البحر الأحمر؟ ركز كده معايا وافتكر كده، نهر النيل ولا البحر الأحمر؟ ركز معايا، قلت لك احنا هنقول أسئلة كتير جدا. تمام؟ أيهما أسبق وجوده في مصر، نهر النيل ولا البحر الأحمر؟ احنا نهر النيل في الزمن الثالث. طب والبحر الأحمر زمن ثالث. طيب امتى بقى انهي يا مستر؟ طب انا اجيبها ازاي؟ اقول لك هاتها بقى من العصور الصغيره. احنا قلنا الزمن الثالث في الميوسين نهر النيل في الميوسين، ولما جينا خدنا البحر الاحمر في درس التكوينات الجيولوجيه قلنا الاولجوسين. طيب انه الاول؟ طبعا الاولجوسين قبل الميوسين، لان احنا بنعد من تحت لفوق في الجدول اللي عندك في الكتاب، مش من فوق لتحت. هو حد يفكر ان احنا بنعد من تحت لفوق؟ قصدي من فوق لتحت.
في الجدول بتاع الازمنه. تمام، كل زمن هتلاقي فيه 5 عصور مثلا، لا احنا بنعدهم برضو من تحت لفوق مش من فوق لتحت، نفس القصه. فالاسبق الاولجوسين البحر الاحمر، خلاص. بعديه الميوسين على طول نهر النيل. يبقى ايهما اسبق وجودا في مصر؟ لما يجي يسالك ايهما ظاهره اقدم، انهي اقدم ظاهره، نهر النيل ولا البحر الاحمر؟ لا البحر الاحمر، وبعديه على طول نهر النيل، بس اللي موجود في مصر بس. خلاص، خلي بالك من النقط دي مهمه جدا. طيب خلاص يا جماعه، عرفنا قصه وجود نهر النيل في مصر، وعرفنا ايه خصائصه ومميزاته. تعالوا نطلع على الدلتا كده ونشوف دنيتها ايه. الدلتا يا شباب عباره عن مثلث مقلوب زي ما احنا متفقين، مثلث اهو مقلوب اهو، تمام. الدلتا، بس انا عايزك يعني ايه تحط في دماغك حاجه معينه، اللي هي ايه؟ الدلتا دي اصلا مش فرع رشيد ودمياط نهايتها. معلومه مهمه بنحفظها من واحنا صغيرين، ولكن مش بناخدش بالنا منها، اللي هي ايه؟ ان فرعي رشيد ودمياط هي دي الدلتا. لا، ده فرع رشيد ودمياط دي مش نهايه الدلتا. فرع رشيد ودمياط دول في الدلتا، بيخترقوا الدلتا، يعني الدلتا حواليهم. اوعى تفكر ان نهايه الدلتا الخطين اللي انا برسمهم، لا ده الدلتا بتيجي من بورسعيد كده اهو، وتاخد الحته دي كده اهو لحد الاسكندريه كده اهو. فالدلتا دي كلها الدلتا. يعني كده رشيد ودمياط مش نهايه الدلتا، يعني هي مش حدود الدلتا رشيد ودمياط، لا ده رشيد ودمياط في الدلتا من جوه. فانت عندك اراضي خارج رشيد وخارج دمياط تبع الدلتا، دي كلها الدلتا. يعني من اسكندريه تبع الدلتا، تبع محافظات الدلتا، الاسكندريه لحد بورسعيد، يعني قبل بورسعيد كده حدود بورسعيد، اللي هو حته اسمها سهل الطينه شرق بورسعيد. يبقى انا عندي من سهل الطينه عند بورسعيد لحد الاسكندريه، دي ساحل الدلتا، ده ساحل الدلتا، تمام. يبقى فرع رشيد ودمياط جوه الدلتا من جوه، مش حدود الدلتا. خلي بالك من الكلام اللي بيتقال. طيب تعالى معايا بقى كده نشوف ساحل الدلتا ده يا جماعه بيتميز بايه. الساحل ده، الساحل فيه ايه؟ الساحل ده هتلاقي فيه بحيرات، هتلاقي فيه رؤوس ارضيه، هتلاقي فيه خلجان، يعني هتلاقي فيه خلجان زي خليج ابو قير ده اهو اللي هو جنب اسكندريه. طب وفي بحيرات، انت عندك بحيره البرولوس وبحيره المنزله، تمام، وعندك بحيره مريوط او بحيره افكو، تمام. يبقى انا عندي بحيرات، عندي خلجان زي خليج ابو قير. طب انا عندي رؤوس ارضيه، عندي رؤوس، انا عندي راس البرولوس وعندي راس دمياط وعندي راس رشيد. يبقى في رؤوس ارضيه انا عندي 3. يبقى في رؤوس ارضيه، في خلجان، في بحيرات. طب احفظ، طب في تكوينات رمليه، في رمال هنا. هتيجي تقول لي هو الرمل جاي منين؟ هقول لك ما هو اصلا طمي النيل في نسبه رمل بتترسب عند المصب، تمام. يبقى تاني، في خلجان على ساحل الدلتا خليج ابو قير، في بحيرات، بحيره البرولوس، بحيره المنزله، بحيره مريوط. عندي رؤوس ارضيه مثل راس دمياط وراس رشيد وراس البرولوس، خلاص. وفي تكوينات رمليه. خلاص يا جماعه، ده راس الدلتا حفظناه، رؤوس ارضيه وخلجان وبحيرات، دي الحاجات وتكوينات رمليه موجوده، او نسبه رمل، يعني مش تكوينات رمليه، نسبه رمال، تمام. طيب الدلتا دي فيها فرعين 2، فرع دمياط وفرع رشيد. طيب انا مش عارفهم او بتلخبط فيهم. اللي على ايدك اليمين فرع دمياط، اللي على ايدك اليمين فرع دمياط، اللي على ايدك الشمال ده فرع رشيد. سهله خالص اهي، يبقى فرع دمياط فرع رشيد، فرع دمياط فرع رشيد. طيب ايه خصائص الاثنين؟ انا لما اديني مقارنه صغيره جدا وبسيطه موجوده في كتاب، يقول لك فرع دمياط اطول من فرع رشيد ب 6 كيلومتر. عادي مفيش مشكله. يبقى الاطول مين؟ فرع دمياط اطول. طيب الاعلى منسوب ميه، قال لك لا، اعلى مترين اللي هو فرع دمياط اعلى، يعني منسوب الميه اعلى شويه. طيب ماشي، ايه الاتساع؟ لا انا عندي الاتساع فرع رشيد اكثر اتساعا. يبقى خلي بالك بقى، يبقى انا بقارن من 3 حاجات، الطول وارتفاع الميه والاتساع. انا عندي 2-1، يعني فرع دمياط كسب نقطتين من حيث ارتفاع منسوب الميه ومن حيث الطول. طول المجرى، طول الفرع نفسه اطول، يبقى اطول واكثر ارتفاعا في الميه، ده دمياط. اما نيجي بقى النقطه بتاعت فرع رشيد اللي خدها انه اكثر اتساعا، يعني العرض بتاع النهر متسع اكتر. طيب انا ايه يجي لي سؤال هنا؟ انا عندي يجي لي سؤالين، ركز معايا. نتيجه لطول فرع دمياط عن فرع رشيد، يعني فرع دمياط ده اطول، يعني مثلا لو جيت رسمته هتلاقي دي الحته دي عاليه شويه، تمام. هتلاقي بيقول لك الدلتا تنحدر نحو الشمال الغربي، يبقى ادى الى انحدار الدلتا نحو ايه؟ نحو الشمال الغربي. يبقى الدلتا بتنحدر شمال غرب، الدلتا تنحدر ايه؟ شمال غرب،
تمام. الكلام ده بسبب ايه؟ بسبب طول نهر فرع دمياط عن فرع رشيد. انحدار الدلتا ناحيه اتجاه الشمال الغربي. يقول لك سببها ايه؟ هو ان طول فرع دمياط اطول من فرع رشيد. طيب ماشي، ايه تاني السؤال اللي يجي لي؟ انت قلت في اتنين، السؤال التاني يقول لك ايهما افضل للملاحه؟ الافضل للملاحه هو فرع ايه؟ رشيد عن فرع دمياط. طيب ليه؟ لان فرع رشيد اكثر اتساعا. طب هتقول لي يا مستر انا اصلا مانيش فاهم يعني ايه ملاحه. يعني ايه ملاحه؟ ملاحه يعني حركه السفن اللي رايحه واللي جايه، ملهاش دعوه بالملح والملوحه وميه البحر والكلام ده. كلمه ملاحه عشان في ناس بتفهمها غلط، يعني حركه الميه، قصدي حركه المراكب والسفن اللي رايحه واللي جايه. فهنا بقول لك ايهما افضل للملاحه؟ يعني ان السفن تروح وتيجي فيه بحريه وبسهوله. طبعا اللي اكثر عرضا او اكثر اتساعا فهو فرع مين؟ خلاص هو فرع رشيد، لان انت قلت لي يا مستر ان فرع رشيد هو اكثر اتساعا، فخلاص خلصنا. يبقى الدنيا سهله خالص اهي. يبقى فرع رشيد اكثر اتساعا ده بيفيده في الملاحه افضل. اما فرع دمياط اطول ده بيخلينا نشوف ان شكل الدلتا مقلوب ناحيه الشمال الغربي. بس كده اداء الدلتا سهله وما فيهاش اي مشكله. ارض فيضيه خصبه تنحدر من الجنوب برضه للشمال زيها زي نهر النيل. طيب منخفض الفيوم، منخفض الفيوم ده حته صغننه كده في الصحراء الغربيه. مهمه قوي قوي، معلومه كده صغننه في الكتاب ممكن ما تاخدش بالك منها، اللي هي ايه؟ يجي يقول لك ان يفصل منخفض الفيوم عن وادي النيل بيفصله هضبه جيريه. صح؟ هتلاقيها عندك في الكتاب يقول لك يفصل منخفض الفيوم عن وادي النيل هضبه جيريه. في هضبه جيريه موجوده بين منخفض الفيوم ووادي النيل. طيب هنا جه لي السؤال، اما عدهاش بقى، ما احنا قلنا هنربط الدنيا ببعضها. هنا جه لي سؤال يقول لك هضبه، اقول لك ايه؟ يفصل منخفض الفيوم عن وادي النيل ظاهره تضاريسيه ترجع تكويناتها للزمن نقط. انت قلت لي يا مستر هضبه جيريه. طيب الحجر الجيري زمن ثالث. خدناه زمن ثالث، تمام. يبقى لما يجي يقول لك يفصل منخفض الفيوم عن وادي النيل ظاهره تضاريسيه، هو مش هيقولها لك، هو هيسالك كده يقول لك ظاهره تضاريسيه يرجع تكوينها للزمن نقط، يبقى اقول له للزمن الثالث. ليه؟ لان اللي بيفصل بينه وما بين وادي النيل ظاهره جيريه، هضبه جيريه، وقلنا الحجر الجيري زمن ثالث، يبقى على طول زمن ثالث. شفت انا اجيبها ازاي؟ سهله خالص اهي. يبقى اقول السؤال تاني، اكتب ورايا. يفصل منخفض الفيوم عن وادي النيل ظاهره تضاريسيه يرجع تكوينها للزمن نقط، يبقى الزمن الثالث. طيب ليه يا عم الحاج قلنا زمن ثالث؟ قال لك لان اللي بيفصل منخفض الفيوم عن وادي النيل هضبه جيريه، واحنا خدنا في الدرس بتاع التكوينات الجيولوجيه قلنا ان الجيري او الحجر الجيري زمن ثالث على طول. خلاص سهله خالص، هي ما فيهاش اي مشكله. يبقى ده بالنسبه لمنخفض الفيوم. منخفض الفيوم بينحدر منين لفين؟ بينحدر من الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي. زي شفتوا شفتوا البحر الاحمر؟ زي البحر الاحمر بالظبط. بينحدر من تحت معوج كده، مش مظبوط، مش من الجنوب للشمال على طول، لا هو من الجنوب الشرقي ينحدر نحو الشمال الغربي، يعني معوج كده كده من الجنوب الشرقي للشمال الايه؟ الغربي. ده الانحدار العام بتاع منخفض الفيوم. اكتر منطقه منخفضه في منخفض الفيوم بحيره قارون. بحيره قارون، وهي تعتبر التصريف العام، يعني التصريف الاراضي كلها بينزل في الميه دي، فهي شديده الملوحه. تمام. يبقى منخفض الفيوم في بحيره اسمها بحيره قارون. وخلي بالك في بحيره قارون جزيره صغننه كده اسمها جزيره القرن الذهبي. في ساعات بتيجي في الاسئله وفي ناس ما تبقاش واخده بالها منها خالص، يقول لك جزيره القرن الذهبي تقع في نقط البحر الاحمر ولا البحر المتوسط ولا منخفض الفيوم، وانت تقول احنا ما خدناش احنا الجزيره دي، مع انها موجوده في منخفض الفيوم في بحيره قارون. يعني عارفين بحيره قارون الصغيره ده اهي فيها جزيره صغننه كده اسمها جزيره القرن الذهبي. ممكن يجيبها لك وجات قبل كده يقول لك تقع فين؟ تقع في بحيره قارون، في بحيره قارون اللي هي في منخفض الفيوم، ولا هي في البحر الاحمر ولا هي في البحر المتوسط. خلاص وخلي بالك بقى من تكه زي دي. خلاص يبقى ده بالنسبه لمنخفض الفيوم. يبقى احنا اتكلمنا كده عن وادي النيل بالتفصيل، واتكلمنا عن نهر النيل من بدايته خالص من افريقيا، وجبت لك الاسئله اللي ممكن ترتبط بيه، وجبت لك كمان منخفض الفيوم، والدنيا كلها هي سهله. ده بالنسبه اتفضل لي بقى الصحراء الغربيه والصحراء الشرقيه وشبه جزيره سيناء في الفيديو اللي جاي. تمام. بس نشوف الناس يا جماعه، الناس تتفاعل شويه. انا بربط لك الدنيا ببعضها في الفيديو اللي جاي، هتلاقي ربط اكتر بكتير، ولكن انا عايز الناس تتفاعل شويه عشان مش عايز الفيديو يبقى طويل قوي، لان المراجعه هتبقى على كذا جزء. فانا عايزك تركز معايا كويس جدا في الفيديو والكلام اللي بيتقال، وتنقل ورايا كل سؤال انا بقترحه او بقوله او فكره بتطلع. تمام. فانت هتنقل ورايا، ربنا ييسر لكم الحال في الامتحان اللي جاي. في مراجعه شامله زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو ان شاء الله قبل الامتحان.
بس الكلام ده بيتوقف على دعمكم، لان طبعا مش شايف دعم خالص من سنه اولى. تمام، فيا ريت يعني الدعم شويه يا جماعه، تحركوا الفيديو شويه، لان كل ما بحس ان الفيديو فعلا بيتحرك وياخد لايك انا بتشجع ان انا افضي نفسي واعمل لكم فيديو وارفعه على القناه، لانه بياخد مني وقت. انما لما بلاقيش دعم ده بيخليني ان انا اكسل، لان انا هضيع وقت جامد وما بلاقيش مثلا مشاهدات على الفيديو. فلما بلاقي المشاهده ده بيشجعني، بقدر افضي نفسي وارفع لكم فيديو، عشان خاطر الناس اللي بتعمل تعليقات جميله والناس اللي بتعمل لايك للفيديو. اتمنى الناس تكون استفادت. انتظرني في الجزء اللي جاي، وقلت لك ده حسب تفاعلك مع الفيديو. اتمنى لكم كلكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.